دلوقتي جولة في داخل العنبر. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ده اسمه دوزماتيك، ده بتاع توزيع العلاجات. دي بنحط هنا العلاج وهو بيسحب هنا، عاملين هنا على 1% معاه في نص في المية، وبيسحب بالميه. احنا هي الميه مقفوله، الميه بتخش من هنا، تخش الدوزماتيك يسحب معاها، يدخل جوه العنبر. ده الخط ده داخل كله جوه العنبر. هنقفل الباب ده عشان نفتح الباب التاني. الصوت مش هيبقى واضح جامد جوه عشان زي ما انتم سامعين كده فيه مراوح وصوت عالي جامد. دي مكنه توزيع العلف زي ما انتم شايفين كده، بياخد من بره، من الاستراتيجي اللي بره، يوزع علف. زي ما انتم شايفين في هنا ماسوره اهي بيخش على زي ما انتم شايفين دي الموزع على الخطوط دايركت مباشر. بيبقى هنا في عداد معين في 10، يعني هنا 162 في 10 بيدينا 10 عدات يا جماعه. زي ما انتم شايفين هنا درجه الحراره هنا 26، وفي هنا حوالي 10 مراوح بالظبط قدامكم. في حوالي 10 مراوح، دي اللي بيسحبوا الهواء وبيسحبوا الامونيا اللي موجوده في العنبر عشان عمليه التهويه اللي جوه. نفتح كده ونشوف اللي بعده. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ده اسمه ترول لجمع البيض. بيبقى فيه الاطباق السمراء ديت، الاطباق اللي زرقاء ديت يا جماعه، بنجمع فيها البيض من البياضات. زي ما انتم شايفين كده العامل، انا برضه في فيديو انا عامله وفي تكمله للفيديو ده، العامل بياخد البيض ده وبيحطه في الاطباق وبيطلعه بره. بعد كده بيتم مجموعه مراحل تانية كتير، بنفرز البيض ده لدرجات معينه. زي ما انتم شايفين هنا في هنا مستشفى ديوك. دي اي ديك تعبان، اي ديك ما بيلقحش، بنحطه هنا في مستشفى ديوك وبنديله عيله معينه، عيله مخصصه. وبرده نفس الحكايه برده هنا في مستشفى الفراخ. زي ما انتم شايفين كده اي فراخ تعبانه، اي فراخ فيها اصابات، فيها مشاكل، بنحطها في المستشفى دي يا جماعه. هنا في كل عنبر يا جماعه لازم يكون فيه 12 طفايه حريق على الاقل، على حسب مساحه العنبر. هنا مساحه العنبر اعتقد 140 متر طول، في 9 متر اعتقد عرض. زي ما انتم شايفين كده لازم يكون في العنبر في طفايات حريق. في كل عنبر من العنابه دي لازم يكون في طفايات حريق. زي ما انتم شايفين كده دي معالف الاناث. زي ما انتم شايفين المعلف كده عامل ازاي، وهنا خطوط النب بتاعت الميه اللي بيسحب الميه. زي ما انتم شايفين هناك معلف دائري هناك اهو، زي ما انتم شايفين قدامكم في معلف دائري، ده بتاع الديوك. احنا هنا يا جماعه بنتم العمليات اللي بتتم جوه المزرعه بتكون من الساعه 4 الفجر، وبرده على حسب العمر اللي بيبقى قدامكم للقطيع الموجود، على حسب كل عمر ما بيكون كبير. يعني احنا دلوقتي فتره البياض بنبدا الشغل بتاعنا من الساعه 4 الفجر، بنعلف، وبعد ما بنعلف بنفتح المبايض اللي قدامكم دي بتكون مرفوعه كده، بيكون مرفوع كده قدامكم من اول النهار. من اول العامل ما بيخش جوه العنبر لازم يفتح المبايض دي كده قدامكم، يفتحها ليه؟ عشان على طول اول الفراخ ما بتاكل على طول بيكون جواها البيض، وبتبيض جوه المبايض دي. بعديها على طول بناخد حوالي نص ساعه في التعليف. بعد ما بنخلص تعليف على طول دايركت مباشر بناخد نفسنا وبنطلع نفطر، وبنبدا جمع البيض عندنا هنا من الساعه 8. عندنا هنا بنجمع حوالي 5 جمعات داخل الثلاث عنابر دول، 5 جمعات من اول النهار. الجامعه بتبقى حوالي الساعه 8، بعديها على طول من 9:30، بعد من 9:30 الجامعه حوالي الساعه 11، بعديها بنريح حوالي زي ساعه او ساعتين،
وبنبدا جمع بعدها على طول حوالي الساعه 3 بنجمع جمعه. وبعد ما بنجمع الجمعه ديت بنخلص على طول. بعد ما بنخلص الجامعه ديت بنفرسها وبنخش على طول بعديها على تقليب السبله. زي ما انتم شايفين كده قدامكم السبله لازم تكون يا جماعه زي ما انتم شايفين، لازم تكون كده بالشكل ده اللي قدامكم. لازم عشان ما يكونش فيها رطوبه، عشان ما يكونش فيها امونيا، عشان ما بتجيبش امراض للفراخ وفطريات، بالاضافه لمجموعه حاجات تانية كتير زي الكوكسيديا والفطريات وامراض كتير جدا من امراض السبله، عشان ما يكونش خراريج ولا يكون التهابات في رجول الفراخ او الديوك. بعديها على طول بنقفل، بنلم البيض اذا كان فيه بيضه او بيضتين، بيكون في كل على حسب يعني المبيض اللي قدامك، بنلم البيض منهم وبناخد نفسنا وبنقفل زي ما قلنا كده. بنقفل البياضات اللي قدامكم دي بنقفلها، وبنبدا تاني يوم برضو بنفتحها الساعه 4 الفجر باذن الله. في جوله ثانيه كمان هناخد برضو جوله سريعه برضو اكتر في الفتره الجايه، عم ماشي برضو ورا في العنبر، هوريكم حاجه ثانيه برضو هتكونوا عارفينها، عشان برضو تبقى واخدين فكره عامه عن مجال الدواجن ومجال الشغل في الدواجن. القطيع اللي قدامنا ده يا جماعه قطيع رص امهات، يعني البيض بتاعها بيستخدم في عمليه تفريغ الكتاكيت. زي ما انتم شايفين كده في ورا هناك كده يا جماعه، ده اسمه سلدج ده المسؤول عن التبريد داخل العنبر. باذن الله برضه هوريكم برضه السلدج ده من اتجاه تاني، بس هو كده من داخل العنبر، هوريكم باذن الله من بره العنبر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه قدامكم ده السلدج ده يا جماعه من نظام ضغط، نظام ميه كده بتنزل على حاجه زي الكرتون كده بالظبط. هنفتح الباب نوريكم من بره، معلش كده انفتح. زي ما انتم شايفين كده قدامكم يا جماعه ده السلدج. في هنا ميه، في نظام خطوط ميه بتنزل على الكرتون ده، مع ضغط الهواء سحب شفط الهواء من المراوح اللي قدام ديت، بيجيب لك نسمه هواء بيكون مبرد شويه، عامل زي التكييف بالظبط، زي نظام التكييف. زي ما انتم شايفين قدامكم ديت حجازه، عشان احنا دلوقتي الجو بيكون ساقع شويه بنرفعها عشان ضغط الهواء ما يكونش كبير جدا، ما يكونش عالي يعني، عشان ما يبوظش السبله. بالاضافه برضو للفراخ بتاعتك ما تزوقعش، وانت بتحاول بكافه الطرق اللي انت تظبط درجه حراره العنبر بتاعتك يعني لحد 30 معاك. لاقصى حاجه ديت، اقصى حاجه بالنسبه لك بتكون 30. زي ما انتم شايفين يا جماعه برضو هنا معالف او خطوط المعالف. هنا في حساسات بيكون كل يوم الصبح عامل بيبقى واقف هنا عشان يشغل المحرك ده عشان يسحب العلف في عمليه التغذيه، بتكون الصبح زي ما انتم شايفين. وهنا برضو خط النبل زي ما انتم شايفين قدامكم. هنا بنعرف برضو هنا زي ما انتم شايفين الجزء اللي انا ماسكه في ايديا ده، بنعرف منه مستوى الميه موجود قد ايه في النبل، او مستوى الميه الموجود، ضغط الميه الموجود في النبل. هنا فايز، هنا لو بنغسل النبله وكلام من ده بنرفع النبل يا جماعه، وبنغسل سواء باي ماده منظفه بنغسل بيها النبل، بس بعد الرفع عشان ما ياثرش على الفراخ والفراخ ما تشربش. زي ما انتم شايفين برضو كل خط من الخطوط دول يا جماعه مزود بسحب محرك سحب. زي ما انتم شايفين كده قدامكم بيكون فيه هنا حساس داخل العلبه دي، بيكون فيه حساس عشان يسحب العلف. زي ما انتم شايفين كده ده معلف الديوك يا جماعه، دائري. شوف عامل ازاي، ده دائري. اما المعلف الفراخ زي ما انتم شايفين كده قدامكم، معلف الفراخ عامل زي الشكل البيضاوي بالظبط، بيكون زي الشكل البيضاوي. هنا برضو في لوحه ورا، دي لوحه تحكم برضو للمحركات ديت. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ديت برضو مكنه لوحه تحكم زي الاماميه. برضو هنا برضو في لوحه تحكم خلفيه. برضو بالاضافه لهنا برضو فينا يا جماعه فتره التحضير وفتره ما بيكون في ساعه وكلام من ده. زي ما انتم شايفين كده قدامكم في سلاسل حديد. السلاسل الحديد دي يا جماعه بنحط فيها حاجه اسمها هياتر. الهياتر ديت عشان ضغط بتكون
عشان الحراره وكلام ده يتدخل العنبر، بيبقى زي تدفئه كده، حاجه بندفي بيها الفراخ، بيكون ضغط عشان ندفي العنبر مين استوعب من درجه الساعه البرد بالذات، عشان ما ياثرش على الفراخ. زي ما انتم شايفين هنا فتره البياعه وفتره التنظيف بعد ما بنخلص بيع الفراخ ديت، اما بنخلصها بالكامل بنفتح الباب ده، الباب ده بينفتح عشان نشيل السبله دي بالكامل ونبيع الفراخ دي بعد نهايه العمر القطيع اللي معانا. بعد نهايه العمر القطيع بنفتح الباب ده عشان بنبيع منه وبنشيل السبله اللي قدامنا ديت. جماعه السبله يعني بيقولوا العنبر يعني اهم حاجه في العنبر دي السبله، عشان السبله دي هي اللي يعني صحه القطيع كلها عن طريق السبله دي. لازم السبله ما تكونش رطوبه، ما يكونش فيها رطوبه، وتكون نظيفه، وبيكون باستمرار يا جماعه على قدر الامكان. احنا بنجيب هنا نشاره وبنحط نشاره على السبله، وبنجلب يوميا على الله، بنجلب السبله دي يوميا عشان نحافظ على نظافتها، ويكون معانا القطيع معانا يكون كويس جدا يعني في فتره انتاجه. بالاضافه لكده يا جماعه في حاجه بنعملها كل يوم يوميا على الله برضو، زي ما انتم شايفين كده قدامكم هنا البياضات دي يا جماعه احنا بنحط نشاره يوميا على الله عشان يبقى معانا البيض ده يبقى بيض نظيف. زي ما انتم شايفين كده قدامكم لازم البيضه تبقى نظيفه كده عشان ما نحافظ عليها من الاتساخ، عشان اما نفرزها تكون كويسه معانا، ونحافظ بقدر الامكان اللي هي تكون بجوده كويسه، عشان لما تخش المعمل معانا ما يكونش فيها اي امراض، او الكتكوت اللي ما يكونش اي مصاب باي مرض من الامراض اللي بتصيب الكتاكيت في عمر صغير. زي ما انتم شايفين قدامكم كده في عامل جاي اهوت، عشان هنبدا على طول باذن الله من الساعه 3 هنبدا ان احنا نجمع البيض دلوقتي حالا. تابعونا.